السلام عليكم. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، ياريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل منين أو قرقيش الأفران. أنا مش عايزة أقول أفران لأن بجد هتطلعوها أحلى من الفران، حلوة جدا. معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، وحطيت عليه معلقتين كبار من السكر البودرة ونص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وحطيت ذرة من الملح، ذرة خفيفة خالص ما تكتريش عشان خاطر ما تحدقش معاكي العجينة. هنا مقلله السكر. ليه مقلله السكر؟ علشان خاطر انا هحشيها كلها عجوه. لو هتعمليها ساده يبقى تخليهم 3 معالق كبار من السكر البودره. معايا هنا 200 جرام من الزيت، و200 جرام من السمنه، و50 جرام من الزبدة. يعني كل المواد الدهنية 450 جرام على كيلو الدقيق. مش كتير، هي طلعت مظبوطة جدا وطلعة حلوة قوي، وهتشوفوها معايا في نهاية الفيديو. هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف علشان خاطر لو حابة تعملي اسكرين. انا دفيت السمنة، انا ما قدحتهاش يعني مش غليتها، خليتها سخنة شوية نوعا ما، وحطيتها دلوقتي على الدقيق وهبسه. انا مش هبس كتير لان احنا مش بنعمل كحك. الكحك طبعا كل ما تبسي كل ما بيبقى ناعم، انما انا هعمل قراقيش انا عايزاها تبقى مخرفشة وفي نفس الوقت تبقى خفيفة وحلوة جدا. همسك كده العجينة اللي هي معمولة بالسمنة والدقيق كده، وهفضل أبث فيها كويس جدا. مش كتير، مش هنبالغ في البث. معايا بقى كوبايتين من الحليب. معايا كوبايتين من الحليب، انا ما حطيتهمش بقى دافيين، انا حطاهم عادي خالص. كنت سايباهم في المطبخ. حطيتهم مرة واحدة. انا المقادير عندي مظبوطة، فانا مش محتاجة ان انا احط شوية وشوية. ليه؟ لان انا لما هفضل احط شوية وشوية وبعدين اعجن، انا ممكن اعمل عرق للعجينة، فساعتها هتبقى معايا مش حلوة خالص، مش هتبقى قراقيش، هتبقى حاجة تانية. فاللي طبعا لازم ناخد بالنا من حاجة زي كده. بصوا انا بلم هنا العجين، انا مش بعجن خالص. انا بلمها كده يا دوبك بس خفيت اللبن وخلاص. شلتي ايدي منها. معايا هنا بقى العجوة اللي هي الحرارية دي نص كيلو. انت هتستخدمي الكيلو الدقيق، هتستخدمي هنا كيلو الا ربع من العجوة. انا هنا دي نص كيلو وجبت كمان ربع كيلو. حطيتها في الحلة اللي كنت مسيحة فيها السمنة والزيت والزبدة للقراقيش، وبعدين حطيتها هنا كده يا دوبك طريتها ولفتها رولات رفيعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. جبت حتة من العجينة، انا ما سبتهاش تخمر، انا سبتها ترتاح 10 دقايق بس مش اكتر. وبعدين قمت حاطة في قلبيها كده العجوة. شايفين شكلها من جوه؟ اللهم بارك، حلوة جدا. وبعدين هنا رصيتها في صاج مش مدهون اي حاجة خالص، صاج ما فيهوش اي حاجة. بنحطها على طول. وطبعا بنسيبها بقى ترتاح نص ساعة كده بعد التشكيل، وبعدين نسوي. مش ان هي هتخمر، لان هي السمنة كانت سخنة فبتعطل الخميرة، مش هتخليها تخمر على طول يعني. هنا برضو عملت نفس الشكل دوت زي ما انتوا شايفين، وهوريكم دلوقتي هنعملها بالسمسم ازاي. هنا القراقيش انا كنت عايزه اقول لكم فيها ان هي اللي عايزه تعمليها بالميه مفيش مشكله معاكي، مش شرط تعمليها بلبن خالص، بس طبعا كل ما بنحط اللبن بتزيد من القيمه الغذائيه بتاعتها. حابه تشتغلي بالميه هيبقوا برضو كوبايتين من الميه. طبعا بتكوني متأكدة من نوعية الدقيق تبقى كويسة، ما ترفضش السمنة. لان نوعية الدقيق ليها عامل جامد جدا في نجاح الوصفات، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده كتير. لان الدقيق لما بتجيبيه ماركة مش كويسة ممكن يرفض معاكي السمنة والدهون، فبتلاقي العجين او معاكي المخبوزات اللي انت بتعمليها بتبقى قاسية جدا وناشفة قوي. وساعات كمان بتطلع يعني في دقيق بيحتاج سوائل كتيرة، وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل كتيرة. فانت تكوني متأكدة كويس جدا من نوعية الدقيق بتاعتك، وان شاء الله تطلعي المخبوزات حلوة جدا. هنا عملت بقى الاشكال ديت شبه الكحك كده، بس دي عملتها كده فتحتين بالسكينة من فوق، وبعدين سبتها سادة كده شوية. معايا هنا بقى معلقة من اللبن البودرة، ونص معلقة من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، وبعدين النسكافيه السادة مش عليه اي اضافات. وعملتهم بشوية، دوبتهم بشوية من المية من الفلتر عادي خالص. وجبت هنا سمسم محمص وحطيته على الوش. السمسم عندي متحمص، يعني مش متحمص تحميص جامد عشان لسه هيتحمص معايا لما تخش الفرن.
بصوا هنا بغطسها كده في الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو عبارة عن لبن بودرة، او ممكن تعملي لبن حليب وتحطي عليه معلقة النسكافيه وتدوبيهم، مفيش اي مشكلة معاكي. هنا باحط كده باغطسها وباقوم مغطساها في قلب السمسم. خدت شكل حلو قوي وشبه اللي احنا بنشتريها من بره، بس الطعم اوعدك ان انتي هتطلعيه احلى من بره كتير جدا، لان طبعا ما بيستعملوش بره سمنة، بيعملوها بزيت صافي بس، وكمان مش بيعملوها بلبن. انتي هنا عامله الحاجه للبيت خدماها كويس جدا. طب انا لو حابه ان انا اطلعها اوردرات، طبعا انتي هتعملي سمنه مثلا مخلطه او حاجه، او هتحطي سمنه بلدي، فممكن تطلعيها ب120 جنيه. انا دخلتها هنا بقى الفرن على درجة حرارة 180، وكمان خدت معايا، فتحتها من الشواية شوية صغيرين خالص، خدت معايا اللون ده. هي اتحمصت، هي الاضاءة اللي مغمقاها، انما كان لونها حلو جدا. شايفين اللهم بارك، طالعة تحفة وخفيفة، والعجوة ما نشفتش معايا. العجوة ما نشفتش عشان خاطر ما غابتش في الفرن، هي قعدت معايا تلت ساعة او اقل. وكمان بتشغلي الشواية حاجة بسيطة، فبتاخد معاكي اللون من فوق، وبصوا مفرغة ومستوية ومورقة وجميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وتقولوا لي بتعملوها بالطريقة دي ولا لأ. انا ما قدحتش السمنة عشان ما تعملش حرقان. لو وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك.